ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. قبل ما نبدا في الفيديو نبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بقى روتين جديد ان شاء الله، روتين يعجبكم. ما تنسوش اللايك، ويلا بينا نشوف الفيديو. النهارده هنجرب الفيمتو يا جماعه. انا جبته، بصوا انا اصلا يعني بقالي فتره عايزه اجيبه، انا بحبه جدا 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 جدا. ف بس هو ما كنتش بلاقيه، يعني هو ما بيبقاش موجود غير في سوبر ماركتات معينة. يعني مش اي سوبر ماركت تخش تلاقيه يعني. كنت عايزة اجيبه من فترة، بس كنت مكسلة بصراحة اروح كارفور. انا اعرف ان هو موجود في كارفور يعني. فما روحتش بصراحة، بالصدفة كده معدية قدام مترو لقيته عنده، رحت نزلت جبته على طول. لقيته ب70 جنيه يا جماعة. وهم 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 وهم. والله العظيم انا بفطر عليه اصلا من كتر ما انا بحب اموت فيه. بص بقى الفيمتو ده، هو طعمه زي تقريبا التوت كده. بتحطي له 7 لان الميه مش حلو، الميه عامل زي الدواء الكحه كده. لكن بتزودي له ميه وبتحطي له نعناع وليمون، بيبقى روعه 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 روعه. يعني بجد تحفه تحفه، يعني عجبني قوي. فلو انتوا عايزين تجربوه جربوه على ضمانتي وهيعجبكم قوي. بس بعد كده دخلت بقى، المهم بقيت كل يوم لازم افطر على الفيمتو ده، لازم لازم لازم. بعد كده دخلت بقى كده عملت دورة غسيل. وبعد كده طلعت على الريسبشن، والله العظيم انا اتصدمت من المنظر. انا بقالي يومين اصلا بنزل عشان اجيب لهم لبس العيد. طبعا لبس العيد الاسعار نار 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 فوق ما تتخيلوا. وللاسف مفيش حاجات حلوه، يعني الحاجات غاليه جدا ومفيش حاجات حلوه اصلا يعني. المهم بقى كل اللي نازل صيفي. انا معرفش يا جماعه، انا جبت صيفي للعيال بس، وده الصيف ده جبته لاياد عشان العيد. المشكله ان كل الاسعار غاليه قوي، وكمان اللبس صيفي. فانا مش عارفه، انا حاسه ان الجو الايام دي فيه برد كده، فمش عارفه والله. المهم كنت جايبه كمان الوايبس ده، وده الكوتشي بتاعي بتاع العيد. انا هوريكم طبعا اللبس كله بس مش الفيديو ده يعني. جبته بيج لان انا جايبه البنطلون بيج، وجايبه تيشيرت، وجايبه شويه حاجات كده لطيفه ابقى اوريها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. وجبت التميم صيفي، ما لقيتش التميم خالص اي حاجه شتوي، يعني كله صيفي لا اما خريفي. الخريفي مش مقاسه مقاس اصغر. والصيفي كله مقاسات لا اما كبيره لا اما صغير جدا، مفيش الوسط بتاع تميم. حتى اللي انا جايبهوله اصلا جايبهوله وانا مش مزمزقه فيه بصراحه قوي، حاسه ان هو مش هيلبسه فتره يعني، لان هو شكله على قده بالظبط. فمش لاقيه للاسف يعني. فجبت له كده شورت جينز، وجبت له عليه تي شيرت كده. وهو عنده كذا قميص يعني جديد عنده. واياد جبت له برضو قميص وكده. بس المهم بقى طبعا اتفاجئت بمنظر الشقه منظرها زي الزفت. والله يا جماعه انا جالي اكتئاب من الشقه. يعني بقيت نفسي افضل طول النهار في الشارع بلف واتمشى واروح واجي وكده، ولا اني اروح البيت. لان البيت دايما بيتبهدل، دايما زي ما انتم ما شايفين الدنيا على طول فوق بعضها ومكركبه. ومهما انا انضف واقعد افضل طول اليوم افضل واقفه على رجلي وانضف واعمل اكل وي وي وي، ولا كاني عملت اي حاجه. نفس المنظر ده. مسكولي وده غير ان تميم هيعملوا فيا دلوقتي. تميم مسكلي الستاند بالموبايل كسرهولي كله على الارض، والله العظيم انتوا هتشوفوا بعينيكوا. مرضتش اقطع الحته بتاعت الموبايل وهو بيقع، عشان تشوفوا بعينيكوا اللي بيحصل فيا وانا بصور. فمن فضلكم دايما تدعموني باللايك بالاشتراك وبالتعليقات الحلوه كده، عشان انا بيحصل في بتهان. والله العظيم بتهان وانا بصور بتهان. بس المهم بقى مسكت المقشه كده، شديت طبعا السفره، وتحت السفره في كل حته. تعالوا بقى انا كمان هوريكم ورا بقى عند الليفينج عاملين فيا ايه. ماسكين عيش مفتفتينه كله على الارض ورامينه على الارض، والله العظيم. انا تعبت يا جماعه والله. لو حد يا جماعه عنده اوضه فاضيه، والله العظيم بجد بتكلم بجد، اوضه فاضيه كده اجي اقعد لوحدي. واسيب البيت بالعيال بكل حاجه واجي اقعد عندكم. انا ما عنديش اي مشكله، عشان انا خلاص طهقت 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 طهقت. بس المهم بقى كل ما اروح لماما والله العظيم تقول لي الله يعينك الله يعينك الله يعينك، انا حسيت بيكي انتي ما بتقعديش ما بتقعديش. الحمد لله يا جماعه، هي الام كده. امال وجوزي بقى لما يسمع ان انا بقى طالع عيني بقى معاهم وكده، يقول لي امال يعني الجنه تحت اقدام الامهات ليه بالسهل كده؟ بصوا ده رد، ده رد ده. انت عايز بوكسين في وشك، بوكسين بوكسين. الاصل مش ده رد ده والنبي. ما انا عارفه ان شاء الله الجنه تحت اقدام الامهات وكل الكلام ده، بس يعني الامهات بتتعب قوي. والله العظيم الامهات بتتعب جدا جدا جدا. الحمد لله.
المهم بقى، مسكت كده الترابيزه، طبعا هلمعها كويس بصوا الوايبس ده احلى حاجه جبتها في حياتي، انا عامه بعشق الوايبس. يعني كل ما بجيبه كده بيحسسني براحه نفسيه وانا بشتريه اساسا يعني. بجد بيلمع حلو قوي، بينظف حلو قوي 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 يعني. يعني سهل وسريع وبينجز، غير ال يعني اسمه ايه، الجلانس، لا الوايبس روعة. جبت العرض ده 3 كده مع بعض ب50 جنيه. طبعا جبته لتميم وجبته برضو ايه للبيت، يعني لو احتاجته بستعمله. طبعا بيلمع لي الدنيا وبيخلي الدنيا بتبرق بتبرق كده، والله العظيم لا روعة روعة يعني. بس هبتدي كده امسح الترابيزة. كان في عرض 2 بس نوع نظيف، كان ب70، وده 3 مع بعض ب50. قلت لا طبعا اجيب الاوفر اللي هو ال3 مع بعض ب50، وطلع على فكرة حلوة قوي. مش شرط ان لازم يبقى ماركة او حاجة نظيفة عشان يبقى حلو، لا ممكن يبقى نوع مش قوي، مش مشهور قوي، بس في نفس الوقت يبقى حلو. شايفين؟ شفتوا الستاند وقع ازاي بالموبايل؟ الحمد لله. بس هوريكم بقى، بصوا منظر العيش والفتافيت كلها اللي مرميه على الارض. يا جماعه انا كنت بنضف وانا بعيط. والله العظيم انا تعبت، اعصابي تعبت من اللي بشوفه، يعني اعصابي تعبت خلاص. بس المهم بقى هبتدي كده انضف بسرعه عشان الحق اروح اعمل الفطار. النهارده يا جماعه اعمل فطار انتوا هتصدموا. والله العظيم هتصدموا في الفطار، بس هو ده اللي انا هعمله. وبصوا ما حدش يقول لي اي حاجه، هو ده اللي انا هفطره. بس مسكت كده المقش، طبعا شديت بقى كل العيش ده، حرام يعني. عشان هما كل حاجه بياكلوها بيفتفتوها على الارض. وتميم بقى يشد مننا الاكل ويمسك، ينزل بيه على الارض، يفضل يمسح لي بيه الشقه كلها. لما بيبقى في كائن صغير في السن ده استحاله تعرفي تسيطري عليه، استحاله. احنا اصلا بنبقى قاعدين بنفطر، يقوم طالع لنا كده على الترابيزه ويضرب ايده الاتنين كده على الترابيزه، احنا بنترعب، اقسم بالله بنترعب بنترعب. حاسه ان هو اصغر واحد فينا هو اكتر شخص راعبنا في البيت. يعني اصغر واحد اللي هو المفروض يعني نبقى متحكمين فيه، لا ده هو اللي متحكم فينا ومربينا ومشيبنا كمان، مش مربينا بس كمان. الحمد لله. بس هبتدي كده بقى اشد كده كل الحاجات دي بالمقشه. كنت عايزه انجز بصراحه عشان الحق كده اعمل بقى المواعين واخلص الشقه. مسكت كده الترابيزه برضو لمعتها كده كويس بالجلانس. بصوا مطلعه فتافيت ومناديل، وبصوا قد ايه، يا لهوي الحمد لله. هو انتوا يا جماعه وانتوا بتنضفوا بتبقوا مبسوطين ولا بتبقوا متضايقين زيي؟ سؤال يطرح بلح، ارجوكم محتاجه الرد تحت في الفيديو. بتبقوا مبسوطين ولا بتبقوا متضايقين؟ اصلا انا ببقى متضايقه والله، كل ما باجي انضف ببقى متضايقه، مش عارفه ليه. بالذات النهارده، انا النهارده مش متضايقه، انا كنت مخنوقه مخنوقه. والطرحه ما مش عارفه في ايه مالها، اللي تتقرص دي كمان عماله كل شويه تتفك تتفك تتفك، زهقت منها. احلى حاجه والله التربو اللي هي اسمها ايه، التربون اللي هي من ورا دي. يا خرابي بجد بحبها جدا، بس ما بحبش البسها عشان هتبقى لازم البس دايما هايكول، ولازم البس طرحه من تحت، فهي خانقه ليه. هي حلوه للي هم مش محجبين، اللي هم يلبسوها كده يبقى من ورا ونص شعرهم كله باين. هي الشيك كده، انا بلبسها كده في البيت، لكن البسها في الشارع ما دي مش حجاب بصراحه يعني. بس هي مريحه في التنظيف والحاجات دي. بس المهم بقى مسكت الوايبس، طبعا تميم كان بيفضل يطلع لي هنا على ترابيزه الشاشه، طبعا مبهدلها لي خالص. مسكتها فضلت المع فيها بقى زي ما انتم شايفين كده بالوايبس، كلها مبصم لي في كل حته في الترابيزه، مش سايب لي حاجه من غير مبصم لي فيها، حتى الشاشه. ولازم اعلق الشاشه لان هو هيجيبها لي على الارض، انا عارفه هيكسرها لي. بس المشكله ان الاستنداد اللي محطوطه دي موجوده فوق يعني، فمش عارفه احطها فين بصراحه. بس لمعت كده الشاشه كويس اهو. وهبتدي بقى اشوف هدخل بقى على المطبخ. كان عندي حبة مواعين كده هعملهم، وبعد كده نعمل الغدا. الغدا ايه، نعمل الفطور. خلاص يا جماعة رمضان خلص، يعني احنا في اخر 10 ايام في رمضان، انا بجد مش مصدقة. رمضان طار طار زي ما قلت لكم في اول رمضان كده. بس كده هبتدي بقى اغسل بقى المواعين بسرعة كده انجز حالي.
انا النهارده كل حاجه بعملها بسرعه، كل حاجه عشان انجز. بصوا بصوا، شايفين السرعه؟ انا كمان مسرعه الفيديو، بس انا والله كنت بعمل بسرعه جدا يعني. بصوا يا جماعه، احنا جبنا سبت رنجه، اللي هو اسمه سبت ولا اسمه ايه، صندوق، صندوق رنجه. فبصراحه احنا جايبينها عشان العيد، تمام. ف ايه، عماله رايحه جايه على التلاجة للعيد. طيب، واطلع واقفل التلاجة واطلع تاني. دي جايبينها عشان العيد، واطلع واقفل تاني. دي عشان العيد. لا، انا هاكل منها. وانا صايمه، وانا صايمه، عادي، واتسحرت بيها يا جماعه. والله العظيم انتوا هتصدموا، انا بقول لكم هصدمكم. انا يا جماعه فطرت رنجه والله العظيم، واتسحرت رنجه. يعني الحمد لله ما جراليش حاجه، لسه عايشه. يعني لسه عايشه اهو الحمد لله، وبتكلم وعادي يعني. بس احلى حاجه عملتها في حياتي ان انا اتسحرت رنجة. والله يا جماعة، ولا عطشانة ولا حرانة ولا زهقانة ولا قرفانة ولا أي حاجة، ولا الكلام ده خالص يعني. الحمد لله صاحية زي الفل، مفيش أي حاجة. ربنا حس بيا كده، قال الحاجة اللي بتخافي منها ما بتحصلش، لكن لو ما حطيتيهاش في دماغك بتحصل يعني. يعني لو انت خايفة ان انت تعي او مثلا تتعبي او يجيلك حموضة او تعطشي، ما يحصلكيش كده. لما يبقاش في دماغك اصلا بيحصل لك، فما تحطيش حاجة في دماغك اصلا يعني، عادي. بس غسلت كده المواعين، ببتدي بقى كده املى كده الازاز دي كده وانا واقفه. وبعد كده نبتدي بقى ننضف مع بعض الرنجه، اوريكم انا بعملها ازاي. دي احلى طريقه واكتر طريقه بتعجبني وطعمها تحفه بصراحه. بس مليت كده كام ازازه على الحوض كده عشان لو احتجت ميه. طلعت كده 4 رنجايات كده حلوين كده مبطرخين. انا ما بحبش البطاريخ يعني، بس بحبها طريه يعني. بس بعد كده هبتدي اعملها كده على النار. ممكن تعمليها على النار مباشرة كده، او ممكن تجيبي صينية وتعملي عليها. انا طلعت الصينية الكبيرة وهبتدي بقى احط عليها الرنجة. بص بقى، شكل الرنجة يفتح النفس بصراحة. بس بفضل بقى سايباها كده لغاية ما تشوي معايا خالص. بص بقى بتبتدي تاخد شكل ازاي. يا خرابي، كانت قلبة ريحة الشقة. بس هفضل كده اقلبها يمين وشمال لغاية ما تفتح كده معايا، وتبقى تديني ريحة التدخينة الحلوة دي. بس بقى بص، بتفتح معايا اهي. بص بقى، بتبقى تحفة. حتى لو ناشفة بتطرى معايا كده بنفس الشكل ده بنفس الطريقة. في ناس بيعملوها نية، معرفش ما بحبهاش نية بصراحة، بحبها مدخنة كده. بس اهو ابتدي بقى اعمل كده، وبعد كده ابتدي بقى انضفها. ايدي فيها كده برضو. وبعد كده بقى نبتدي بقى ننضفها كده مع بعض، وهوريكم طريقتها برضو سهلة جدا. اهم حاجه ان انتي تلمي الدنيا وراكي بعد كده على طول، يعني اللي هو ايه، تحطي طبق تحطي فيه اللي هيطلع القشر والحاجات دي، عشان يبقى دايما الدنيا نظيفه جنبك. لكن اللي بقى بيبهدلوا الدنيا دول بتزفري كل حاجه حواليكي. لا، انتي خلي طبق كده تحطي فيه القشر، وحطي الطبق اللي انتي هتحطي فيه الرنجه والقطاعه بتاعتك، عشان برضو ايه، الرخامه تبقى نظيفه، ميبقاش فيها ريحه وحشه او ريحه زفاره ولا اي حاجه. بس وطبعا بحاول ان انا اشيل كمان كل الشوك، عشان تبقى نظيفة كده وتتاكل على طول، تبقى مخلية يعني. بس بنضف كده بايدي واحط. طبعا بتبقى سهلة جدا معايا عشان انا كده كده يعني اديتها الصدمة بتاعتها على البوتاجاز. فطبعا زي الفل يعني. وطبعا اللي بتشيلي اول حاجة الراس والديل، وبتشيلي بقى القشر اللي من فوق كله يمين وشمال، يعني عشان ايه، تبقى نظيفة معاكي. بس هفضل كده بقى انضفها كده. طلعت كده كل حاجة. طبعا مش بحط اللي هي البطارخ، عشان احنا ما بنحبهاش اصلا يعني. بس هبتدي كده اشيل برضو الراس، وهبتدي بقى انضفها. يا خرابي على شكلها بجد، تحفة 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 تحفة. واحلى حاجة فيها ان هي مش مالحة، يعني وسط، عارفين اللي هي نص نص يعني. فعشان كده بجد طعمها فظيع. انا ما بحبهاش المالحة قوي دي، ما بكرهها. يعني في علب كده بتتباع جاهزة بتبقى مملحة، يا لهوي على الملح، بتحس انه حاطين كيلو ملح فيها. لكن دي ملحها مظبوط جدا جدا جدا. المبطرخة دي بتبقى ملحها كويس. بس اهو انا نضفت حوالي 4. طبعا اللي بيتبقى بحطه في علبة في التلاجة كده، وبفضل رايحة جاية عليه برضو يعني. انا اصلا من عشاق الرنجة. ماليش قوي بصراحة في الفسيخ او اقعد بره. طب ماشي، انا جاية دلوقتي.
اسمه ايه ده، ماليش في الفسيخ والملوحة، بس باكلهم بس مش بحبهم قوي يعني، مش زي الرنجة بصراحة. لكن لو موجودين قدامي طبعا باكلهم عادي يعني. بس اكتر حاجة بعشقها الرنجة والتونة والسردين، دول اكتر حاجة بحبهم جدا كمان. لان انا اساسا من الشخصيات اللي بعشق الموالح، مش بحب السكريات. بس اهي نطفت، هبتدي بقى احط عليها ايه، احط عليها طحينة وليمون وكمون وشوية شطة، بس كده. بصوا بفتح البتاع ده كأني بحط كاتشب كده، بحط بقى الطحينة واحط بقى ليمون كتير. وطبعا بطاطس يعني، لا انا لو مش عامله معاها بطاطس محمره ما باكلهاش. لازم بطاطس محمره، بطاطس محمره مع الرنجه، يا خرابي، حاجه كده تحفه. يا رب بقى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، طبعا تحطوا زيت عشان ما تبقاش مالحه برضو قوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، يكون بسيط كده. لو عجبكم طبعا الفيديو، ما تنسوش دايما تدعمونا باللايك والاشتراك والفيديو، وكمان اللايكات والتعليقات. انا عايزه تعليقات يا جماعه الفيديو، تعليقات كتير 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 كتير، هستنى تعليقاتكم. وان شاء الله ارد عليها باذن الله النهارده كلها باذن الله. هرش بقى حبه كمون كده وشويه شطه، وبالهنا والشفا على قلبكم. انا عارفه هفتح نفسكم كلكم هتجروا تروحوا تشتروا رنجه. استنوني في فيديو جديد، ويلا مع السلامه. باي باي.